السلام عليكم. عليكم السلام. كاميراتك حركاتك عامل ايه؟ أخبارك؟ والله زي الفل. سلامك. حبيبي بيربط الحزام. انا بس ايه، عايز ارجع الكرسي ورا. ايوه كده بس. جاهز يا حاجة؟ جاهز يا باشا. معانا الاخ فؤاد النهارده، هنعمله زي تيست عشان بكره عنده امتحان سواقه ان شاء الله. مستر احمد المدرب. انا النهارده المدرب. العربيه بتاعته اوتوماتيك، والامتحان بتاعه المفروض على عربيه مانوال، بس هو برضو بيتعلم. انت بتاخد حصص سواقه صح؟ بياخد حصص سواقه. والله انا بسوق بقالي 12 سنة. هو بيسوق اصلا بالرخصه المصريه، فلو اي حد جاي بريطانيا هتقدر تسوق بالرخصه المصريه لمده سنه من الاقامه بتاعتك. بعد كده لازم تعمل امتحان شفوي وعملي علشان تعرف تسوق هنا في انجلترا، يبقى معاك رخصه بريطانيه. العربيه عنده فيها اوبشنات، فيها فتحه سقف. طب ما دي كده حلوه يا عم عشان الفيديوهات تطلع من فوق، اضاءه تطلع دماغك. طلع دماغك. والاضاءه برضه حلوه اللي هي ايه، تخلي العربيه منوره. Take exit 9 towards Ferrum West and Whiteley. احنا وصلنا في المكان اللي هو هيجي بكره ياخد فيه الامتحان بتاعه. جو هوا يا نهار اسود. طبعا مكان الامتحان هناك، فهو بيتدرب النهارده عشان بكره الامتحان، ولازم ينجح، لازم تنجح. فتح وضع صعيب، جو هوا، الجو وحش قوي. وهاخد الامتحان اصلا يعني ده حوالي نص ساعه، 45 دقيقه بعيد عن المكان اللي هو ساكن فيه. هو اصلا في مدينه تانية مش في المدينه اللي احنا فيها، بس عشان تلاقي امتحان او مكان فاضي في اي سنتر صعب جدا، ممكن تقعد بالشهور اصلا. اصعب حاجه هنا في انجلترا في السواقه هي الراوند اباوت. هنا لها قوانين وغير مصر تماما. مصر اصلا ما فيهاش قوانين في السواقه، فهنا في قوانين في الصينيه، فبتخلي الموضوع صعب. حتى لو انت بتعرف تسوق هتقابل صعوبه في الموضوع ده، فربنا معايا ان شاء الله. ان شاء الله تنجح يا رب. دعواكم يا اخواني. لا ماما هيشوفوا الفيديو بقى بعد بعد ما الامتحان. هقول لكم اذا كان نجح ولا لا. انت الساعه كام الامتحان بتاعك؟ 10 و14 دقيقة. خلصنا سواقه وحاليا مروحين هناكل الاول مع يا نهار اسود. تقيلة. آه. شوف المساحة جوه عاملة ازاي. المساحه عنده برضه في العربيه هنا، الشنطه بسم الله ما شاء الله. ندخل ناكل، نلعب بلاي ستيشن. فؤاد طبعا معانا، فؤاد هنا، بس فؤاد مش عايز يطلع قدام الكاميرا، مش عارف ليه. مش حالي بس. هو نص الفيديو الاولاني هو موجود فيه، بس هو مش عايز يطلع في الفيديو. عليه طار تقريبا. المهم معلم سقطت اول مره صح. الغلطه اللي هو عملها غلطه تافهه، كان واقف في الاشاره والاشاره كانت قافله ساعتها، ولما فتحت هو ما خدش باله وما طلعش بالعربيه، فدي اتحسبت له اللي هي سيريس فولت. والغلطه دي يعني انا اصلا بعملها كل شويه، على طول بعملها، الناس كلها بتعملها والله. هو كان مستقصدك تقريبا. لا ما كانش مستثني حد، حتى قال لي انت قدم على طول المرة الجاية وبتاع، انت بتسوق كويس. بس يلا. نسيبك يا عم. وامتحن تاني مرة واخد الرخصة ونجح وما غلطش ولا غلطة. يعني انت كمان انت فنان، ولا غلطة. معلم. الرخصة بقى مهمة ولا مش مهمة؟ اكيد مهم في اي مكان في الدنيا، مش هنا بس، في مصر، في انجلترا، في الامارات، في السعودية، في امريكا، مهمة. فانت لازم لو انت بقى في مصر قبل ما تيجي تعلم سواقة في مصر وخد الرخصة عشان تيجي هنا تعرف لا انت تسوق. ما تتعلمش في مصر ولا لا مش لا، هيتعلم. انت بص، انت هنا السواقة غير مصر خالص، تيجي هنا تتعلم من بس جديد. هيدفع فلوس كتير. انت دفعت كام عشان تتعلم سواقة؟ حوالي مش فاكر المبلغ بالظبط، بس بس. يمكن دخلت
500 مثلا. 500 دافع حوالي 2000 باوند. ايوه عشان انت ما بتسوقش خالص. عشان ما عشان كده هو يسوق ياخد الرخصه ويجي هنا يتعلم علشان ما تدفعش فلوس كتير. اللي حاسس السواقه دلوقتي جالي تقريبا الساعه ب 30، ده اخر حاجه انا كنت فاكرها 30 الساعه. فانت اتعلم في مصر وخد الرخصه وتعالى هنا شوف اي حد معاه عربيه سوق عليها، وانت اصلا هنا هتقدر تسوق بالرخصه المصريه لمده سنه. جو ساعه نكمل الفيديو بقى بعدين. الرخصه طبعا مهمه جدا لو انت شخص ساكن بعيد عن الشغل بتاعك. انا لما كنت شغال في المخازن كان الطريق بياخد معايا بالعربيه حوالي تلت ساعه 25 دقيقه. لو اخدت الاتوبيس ممكن ياخد معايا الطريق ساعتين، وانا راجع ممكن ياخد معايا ساعتين او اكتر على حسب الاتوبيس هاخده او هركبه امتى، لان انا كنت ساعات بفضل ساعه مستني الاتوبيس، وده علشان كنت باخد الاتوبيس الساعه 11 بالليل فما بيبقاش فيه اتوبيسات كتير. بس الفرق ما بين 25 دقيقه لساعتين فرق كبير جدا. ففي الحاله دي انت هيبقى لازم يكون معاك عربيه او على الاقل سكوتر او عجله. بس برضه لو انت عايز تغير الكارير بتاعك وتشتغل شغلانه كويسه هيبقى لازم يكون معاك رخصه، لان هنا السواقين الصراحه بياخدوا مرتب كويس، فالرخصه هنا مهمه جدا جدا جدا. احنا حاليا رايحين لندن، رايحين كده مكان في لندن، مش لندن وسط البلد، فخلينا نوصل هناك الاول. يلا بينا نروح على لندن. احنا وصلنا المدينة اللي احنا كنا جايينها، بس احنا على اطراف لندن، احنا مش في لندن ذات نفسها. احنا كنا في ايفنت وخلصنا الايفنت وحاليا قلنا نمشي في المنطقه دي. بصوا هنا بقى المكان ده، الشارع ده طبعا انا مش بحسد، بس في اماكن لما هتيجي تزورها او تمشي فيها هتحس اللي هي مش قد كده، وفي اماكن لما هتيجي تمشي فيها هتحس ان الشارع ده، هتحس ان كل الناس اللي ساكنين في المكان ده هي ناس راقيه وناس يعني محترمه بقى، يعني كلهم حالتهم الماديه كويسه، فتحس يعني بالامان وانت ماشي في الشارع. فالمدينه دي او المكان اللي احنا فيه ده، المنطقه اللي احنا فيها، اول ما هتدخلها هتلاقي البيوت بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف ورايا كده. البيوت شكلها جميل جدا وتحسها اللي هي يعني ايه، حاجه كده عظمه يعني. تسلا اهي، تسلا، والشارع نضيف، مفيش احلى من كده. احنا دلوقتي خلاص مروحين. الصراحه الواحد يعني تعبان، يعني انت لو هتتفرج على الفيديو ده فالفيديو ده هيبقى اصلا بعد رمضان، وانا بصور النهارده تقريبا 6 او 27 رمضان، فالصاحب بقى من الساعه 8 الصبح عشان اجي الايفنت ده. ودلوقتي حوالي الساعه 12 وتلت، ومعزوم النهارده، مش معزوم يعني احنا عاملين عزومه كده نطلع ناكل بره. فلو الفيديو عجبك ما تنساش تسيب لايك وتشترك في القناه، تابعنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.